السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكون اموركم كلها مزيان. عماد اسم مستعار لواحد الولد مصري الجنسيه من مواليد 1978. من بعد ما خدا الباك ديالو قرر باش يجي لألمانيا يكمل قرايته. قال الوالدين ديالو قالوا ليه سير الله يسهل عليك. وفعلا غادي يجي لالمان وغادي يقرا مزيان وغادي يكمل قرايته وياخذ الماستر. وخدم في واحد الشركه مهمه وكبيره بمرتب جد ممتاز. استقر في ألمانيا وكانت أموره كلها طيبة. كان متعرف على واحد البنت كانت كتقرا معاه في الجامعة، عجباتو وقرر باش يتزوج بها. قال لوالديه باه كان معارض تماما الفكرة ديال الزواج بها بسبب أنها ألمانية وماشي على ثقافتنا ولا على ديننا. ولكن عماد كان مصر وقال ليه بلي هو كيبغيها وهي كتبغيه وبلي هاد الشيء كله ممكن يتغير مع الوقت. الاب ديالو قال ليه ولدي انا نصحتك وانت من طبيعه الحال دير اللي بغيتي. وفعلا غادي يتزوجوا. كان دار زوينه وفرشها وقادها واستقر هو ومراته في المنطقه ديال الشمال حدا الخدمه ديالو. حتى لواحد النهار الخدمه ديالو صيفطاتو ترونسفير الفرع في الشركه في مدينه اخرى، بحال قلت هو ساكن في الشمال وغيمشي يخدم في الجنوب. قال لمرتو قال لها غنمشيو وغنتحولوا وغادي نمشيو نسكنوا في الشمال وغنطلقوا هاد الدار وهذا. مرتو ما بغاتش تمشي معاه، قالت ليه خليني هنا انا ما نمشي معاك لتا شي بلاصه، انت الا بغيتي تمشي سير وبقى تجي عندي زعما في الويكاند هكا عادي ما كاين حتى شي مشكل. وكيف ما كنعرفوا بلي في المانيا ما يمكنش الراجل يبزز على مرتو دير شي حاجه هي ما باغاهاش. وفعلا غادي يضطر باش ما يخسرش الخدمه ديالو غيخليها هي في الدار وغيمشي للجنوب وغيكري عاوتاني دار اخرى وغادي يبدا يخدم تما ويجي عند مرتو في الويكاند. وهكا استمرت الحياه، دازت الايام والشهور وتزادت عنده بنيته وطار بها بالفرحه. وكل مره كيقنع مرتو باش تمشي تعيش معاه في الجنوب، راه كرا دار احسن من هذيك اللي ساكنين فيها ومفرشه احسن فراش، وباللي هاد الفراق ما بينهم يعني ماشي زوين لا ماديا ولا معنويا. ولكن هي كانت شاده في كلامها ما بغاتش تغيره. قدم طلب الخدمه ديالو باللي زادت عنده بنيته وباللي صعيب عليه يدير كل مره لا نافيت. المهم هاد الطلب خدا وقت، ولكن واحد النهار جاوبوه بالقبول. طار بالفرحه جمع حويجاتو وقال غدا نمشي نفاجئ مرتي ونفاجئها بهذا الخبر. فعلا مولف كيتصل تيقول رانا جاي، وهاد المره ما اتصلش وما قالش ليها. شد الطريق بالليل حتى وصل للدار لقاها ناعسه ولقى اللابتوب فوق الطابله. مشى جاب شي حاجه من الكوزينه ياكلها، جلس في الطابله كياكل وقال ندخل نتسارى شويه في الانترنت. كيتفاجئ بواحد الايميل جاها من شخص. ملي دخل هذاك الايميل شاف باللي كاينين ايميلات هما متبادله ما بيناتهم والحب والغرام، حتى انه في بعض الرسائل كتقول لي برا ما كتبغيش راجلها وهي متعمده تجلس هنايا باش ما تكونش قريبه ليه، وهكا كيجي غير مره في الويكاند مزيانه لهاد القضيه ومرتاحه عليها. المهم انه مهلي فيها مهلي في بنته وما محتاجاش باش تخدم باش تعيش. تصدم مسكين وخرج في داك الليل في الزنقه كيدور ما عرف ما يدير. عيط لختو قال لها شنو واقع وشنو واقع، وقال لها انا غادا ندخل دابا ناخذ موز ونقتلها وندير شي جريمه. اختو من حسن الحظ ان هدناتو وقالت لي ما دير حتى شي حاجه وغادي تخرج على مستقبلك عليها. طلقها بكل بساطه، خليها تمشي في حالها وبنتك تقدر تشوفها بالقانون. عماد بقى تيدور في داك الليل ما عارف ما يدير. لغت ليه في الصباح مشى عند باها وطلب منه انه يتدخل في هذا الموضوع وشكى عليه داكشي اللي دارت بنته. كيتفاجئ باللي باها قال ليه باللي ما عندوش الحق يتدخل فيها وباللي هذاك الجسم ديالها دير فيه ما بغات وانتم اصلا ما فاهمينش. وقال لي باللي احنا اصلا من الاول ما راضيينش على هذا الزواج لاختلاف الثقافات والبزاف د الحوايج. عماد كمل دا في قلبه وخرج عاوتاني مشى للدار. صراحه بداك الشيء كامل وقالت لي ايه اوكي ما تنبغيكش، ومن بعد قال لها اوكي اذا غنطلقوا. قالت لي هذاك هو النهار الكبير وفعلا غادي يطلقوا.
لكن المشكل اللي اثر في عماد هو مشكل الحضانه ديال بنته، حيت ملي طلقوا الحضانه مباشره مشات عند الام، حيت البنت بقى صغيره. عماد بقى طالع هابط مع المحامين حتى خدمته خرج عليها وخرج منها، بقى كيغيب بزاف حتى جراو عليه، ولكن مع ذلك ما صور والو. المحكمة خرجت ليه يشوف بنته مرة في الأسبوع، وخاصو يتفاهم مع مرته باش تعطيه واحد البروغرام باش يشوف بنته. عماد ما تصرطاتش ليه، ولكن ما عنده ما يدير، القانون هنا في صف المرأة. واحد النهار اتصل بها قال لها بغيت نشوف بنتي، قالت لي شوف غتعاود تتصل غنعيط للبوليس ونطيح عليك باطل وندير لك تهمه. قال لها علاش؟ انا بغيت نشوف غير بنتي. قالت ليه انا غادا نعطي لواحد الشخص النمره ديالك، هو يتصل بك وهو يدير معاك شي موعد باش تولي تشوفها. هادشي الا بغيتي، ولا ما بغيتيش ضرب راسك مع الحيط. عماد صرتها وسكت، ما عنده ما يدير. حتى لواحد النهار اتصل بيه واحد الشخص، قال لي شكون انت؟ قال لي انا البوي فريند ديال الطريقه ديالك. قال لي الا بغيتي تشوف بنتك انا غنقدر نعطيك رونديفو نهار الجمعه، تجي لعندك تبات والغد لي في الصباح ترجعها، ولا ما رجعتيهاش نعيط لك للبوليس وندير لك تهمه اختطاف. عماد الطريق وفعلا وصل لمنطقة الشمال نهار الجمعة، جلس في قهوة وبقى كيتسنى فيهم يتصلوا به باش يجيبوا ليه البنت. بقى كيتسنى دازت ساعة ساعتين ثلاثة السوايع، وصلات جوج ديال النهار قالوا ليه شوفوا البنت حنا مبقيناش غنجيبوها لك حيت ما مسالينش وحنا بعاد. صافي سير حتى نعاود شي نهار نتصل بك ونعطيك شي بروغرام اخر. عماد تفقس، ولكن ما عنده ما يدير، شداه من اليد اللي كتضرو. قبط عاوتاني التران باش يرجع للجنوب. في الطريق اتصل بختو، بقى تيبكي عليها وتيقول لها شنو وقع وشنو وقع، وهي الوحيده اللي كان يقدر يقول ليها وكانت كتصبرو. هو ما بغاش يقول لباه هادشي باش ما يقولش ليها اشنو قلت لك ويزيد يألمو ويزيد يأنبو. اختو كانت كتهدنو بزاف وكانت خايفه لا يدير شي مصيبه، وكل مره كانت كتقول ليه غير صبر دابا هادشي كله يفوت، خمم في بنتك قبل ما دير اي تصرف تندم عليه. قطع مع اختو من هنا، وبداك السم وبداك الفقصه جاتو سكته قلبيه من هنا وهو غادي في التران. المصيبه ماشي غير هنا، المصيبه انه الناس ملي عرفوا باللي عماد غادي يموت اتصلوا بالبوليس، وفعلا المحطة اللي من موراها غادي البوليس غادي يشدوا الجثة ديال عماد، غادي يقلبوها ما غيلقاو عنده حتى شي ورقة كتثبت الهوية ديالو، واش نتا بسطامو في شي بلاصة، واش طاح ليه وما ردش ليه البال. المهم ما لقاو حتى شي حاجة كتدل على شخصيته، ولا بسطامو ولا حتى شي حاجة، ولا حتى تليفونه، واش تعرض للسرقة، واش حتى واحد ما عارف. البوليس داو الجثه ديالو للثلاجات وكيتسناو حتى لشي نهار يبلغ عليه شي واحد او يجي يسول عليه شي واحد، ولكن عماد ما كان عنده حتى شي واحد، كان كيعرف غير الخدمه بالدار، غير خدمه وهذيك مرته من طبيعه الحال ما غاديش تسول عليه، وحتى الا سولات عليه او اتصلت ولقات التليفون طافي ما غاداش تبرزط عليه وتمشي لعند البوليس او تعلم عليه او شي حاجه. المهم اختو اللي كانت كتصل به كيف ديما كتصل كتلقى التليفون طافي، ما فهمت حتى شي حاجه، ولكن هي بعيده عليه، هي في مصر وهو في الالمان. بقات واحد المده اختو كتحاول تعرف عليه شي اخبار ولا حتى شي نتيجه. دازت مده هنا غادي يقروا عائلته اختو وباه انه ياخذوا فيزا ويطلعوا لالمانيا يقلبوا على ولدهم. وكيف ما كتعرفوا موضوع الفيزا كياخذ الوقت، وفعلا غادي ياخذوا فيزا، ولكن من بعد فوات الاوان، حيت غادي يجيو لالمانيا وغادي يمشيو لعند البوليس يسولوا. ملي سولوهم قال لهم بلي حنا دينا للثلاجه ملي ما عرفنا عليه حتى شي خبر، سحب لينا واش لاجئ سوري وباقي ما عنده حتى شي حاجه كتبت الاقامه ديالو، حيت في هذيك الوقت كانوا اللاجئين السوريين كيدخلوا بزاف لالمانيا. والمصيبه انه ملي مشاو للثلاجات يسولوا فيه لقاوه بلي حرقوه، تسناو ما جا حتى شي واحد سول فيه، صافي تصرفوا من راسهم. الا ما كان عندهم ما يديروا شدوا الاثار ديال ولده وعطاهم داك الرماد اللي كيبقى من الجثه ديالو، شدوه كاثار من الولد ديالهم ورجعوا به لمصر ودفنوه.
وهكا عماد مات في عز شبابه، ما فرح بحياته، ما فرح بمستقبله، ما فرح بزواجه ولا ببنته. الناس اللي كيجيو لألمانيا وكيبغيو يتزوجوا بأجنبية تفكروا 100 مرة، فكروا باللي هاد الناس راه ما تيعقلوش. انا كنعيش في ألمانيا هادي مدة، هادو ناس كيلبسوا الماسك وكيزيروه مزيان، ما كيخافوش الله، وغير القانون اللي رادعهم، يكون ما القانون لعلم الله شنو غادي يديروا. عجباتك البلاد كتب عليك الله تستقر فيها، ملي تهبط المغرب خلي دي كوردوني ديالك لوالديك، خلي فوتوكوبي ديال الاوسفايس ديالك ديال لاكارت ناسيونال ديال الاقامه ديالك هنا، خليها في داركم. النهار اللي توقع شي حاجه داركم غادي يشدوا هذيك الفوتوكوبي وغادي يمشيو للسفاره وغادي يحاولوا يديروا شي حاجه. كانت هذه القصه ديال اليوم، نتمنى تكون فيها عبره وافاده. خليتكم على خير والسلام عليكم.